لو معاك اي عمله قديمه من اللي هنقول عليها داخل الفيديو فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده فيديو جديد، اهم فيديو على القناه على الاطلاق. هنتكلم في الفيديو ده يا جماعه عن جميع انواع العملات القديمه النادره اللي ليها سعر مصريه. في الفيديو ده تجميع لكل العملات المصريه النادره اللي لها سعر وبتتباع باسعار كويسه. كل اللي عليك اللي انت تركز معايا في الفيديو وتقارن العملات اللي موجوده في بيتك بالعملات اللي هقول عليها داخل الفيديو. ولو معاك فبجد يا حظك يا هناك ترسلها لنا حالا، وسايب لكم ارقام الواتساب على الشاشه. كل اللي عليك لو معاك نفس العمله اللي هقول عليها بالظبط تبعتها لي على ارقام الواتس، وعندنا مناديب في جميع المحافظات هنبعتهم لك في خلال ساعه، نكون مستلمين منك في جميع انواع المحافظات. بس شرط لازم تكون نفس العملات اللي موجوده داخل الفيديو بالظبط. فكل اللي عليك اللي انت تقارن العملات اللي موجوده داخل الفيديو بالعملات اللي موجوده معاك. ولو معاك فبجد يا حظك يا هناك، وبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا لايك وشير ومتابعه عشان الفيديوهات دي توصل لكل الناس والناس كلها تستفيد. لربما يكون حد معاه اي عمله قديمه في بيته ومش عارف قيمتها، يقدر من خلال الفيديوهات اللي احنا بنقولها ومن خلال الفيديو ده اللي فيه تجميع لكل العملات القديمه المصريه يقدر يعرف العملات اللي موجوده معاه لها قيمه ولا ملهاش قيمه بتتباع بالكيلو. فاعملوا لنا لايك وشير ومتابعه وشيروا الفيديو على قد ما تقدر عشان يوصل لكل الناس. ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. ونخش دلوقتي يا جماعه نتعرف على جميع انواع العملات القديمه المصريه اللي لها قيمه وبتتباع باسعار كويسه، ونخش دلوقتي جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة من جديد. هنتكلم على كل العملات المصرية القديمة النادرة اللي لها سعر، وهنبدأ بأول حاجة معانا وهي طقم 1964. الطقم ده يا جماعة نادر جدا وغالي جدا، ودي بيتكون من 4 قطع. أول طقم له قيمة عندنا وتاريخ مهم جدا وبناخده بأسعار كويسة، تاريخ 1964. يبقى نركز لو أي حد معاه في البيت أي حاجة تاريخ 1964 يبعتها لنا حالا، وأرقام الواتس قدام منك. عبارة عن نص جنيه زي ما انتم شايفين، وربع جنيه زي ما انتم شايفين، و10 قروش مكتوب على الوجه تحويل مجرى نهر النيل لسنة 1964. بالإضافة رابع قطعة عندنا في قلب الطقم وهي 5 قروش. يبقى عندنا دلوقتي الأربع قطع عبارة عن نص جنيه وربع جنيه. التاريخ كله لازم يكون 1964. نركز يا جماعة، محدش يجيب لنا أي تاريخ تاني. و10 قروش زي ما انتم شايفين، و5 قروش زي ما انتم شايفين قدام منك على الشاشة. لازم تكون تاريخ 1964 والوجه تحويل مجرى نهر النيل. لو معاك أي قطعة من القطع ديت تبعتها لنا حالا، وأرقام الواتس قدام منك على الشاشة. هنبعت لك المندوب ياخدها منك في لحظة لحد باب البيت. تاني طقم معانا عندنا موجود يا جماعة وله ونادر جدا وله سعر مهم جدا وبرضه بناخده بأسعار كويسة. أي تاريخ 1960 بس تكون قروش. يبقى طقم النسر 1960 قروش، عبارة عن 3 قطع. أول قطعة معانا وهي ال 20 قرش 1960، و10 قروش 1960، و5 قروش 1960. لو معاك أي قطعة تاريخ 1960 قروش وعلى الوجه نسر ابعتها لنا حالا، وأرقام الواتس قدام منك على الشاشة تبعتها لنا، وهبعت لك المندوب ياخدها منك بأعلى الأسعار. كل اللي عليك إن أنت تبعت الصور الموجودة على الواتساب وهنتواصل معاك وناخدها منك بأعلى الأسعار. بس لازم تكون طقم النسر 1960 اللي هي 10 قروش و5 قروش و20 قرش لتاريخ 1964، وأرقام الواتس قدام منك. نخش بقى على تالت طقم مهم جدا وبناخده منه بأسعار كويسة وموجود في السوق المصري، هو طقم ابو الهول. طقم ابو الهول دي يا جماعه عباره برضو عن 20 قرش زي ما انتم شايفين، و10 قروش زي ما انتم شايفين، وتاريخهم 1957 او 55 او 56. يبقى عملات ابو الهول بتظهر معانا بثلاث تواريخ، 56 و55 و57، وفي منها 3 قطع هم ال 20 قرش زي ما انتم شايفين، وال10 قروش وال5 قروش. بس شرط ان هم لازم يكون على الوجه ابو الهول والظهر قروش. محدش يبعت لي ملمات، الملمات ملهاش لازمه، بتتباع بالكيلو. لو معاك ابعتها لنا على الواتساب وبناخدها منك باعلى الاسعار، وابعت لك المندوب لحد باب البيت ياخدها منك. نخش بعد كده بقى العملات الملكيه. ايه هي بقى العملات الملكيه؟ عندنا عملات الملك فاروق. عملات الملك فاروق المجموعه بتاعته عباره عن 4 قطع. اول قطعه معانا واهم قطعه وهي ريال الملك فاروق. زي ما انتم شايفين الحاله يا جماعه، ريال الملك فاروق ومكتوب عليه 20 قرش في الظهر، ودي وزنها 28 جرام من الفضه، ودي سعرها غالي جدا، بتوصل من اول 2000 3 4000 5000 جنيه، وبتعدي عن ال 5000 جنيه لو وصلت لحاله الانصر. زي ما انتم شايفين اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. والاسعار اللي انا بقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. لو معاك عملات للملك فاروق بس الشرط تكون قروش، عباره عن 4 قطع ل 20 قرش زي ما انتم شايفين، وال10 قروش اللي قدام منك على الشاشه ديت في الظهر لازم يكون مكتوب 10 قروش لسنه 1900
37 و1939 معموله بتاريخين. لو معاك اي عمله من عملات الملك فاروق اللي بنقول عليها اللي هي مجموعه الملك فاروق قروش ودي مصنوعه من الفضه، ابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه موجوده قدام منك، تبعتها لنا وابعت لك المندوب ياخدها منك في يوصل لك لحد البيت وناخدها منك نستلم بعدها بساعه. وعندنا مناديب في جميع المحافظات. يبقى طقم الملك فاروق يا جماعه عباره عن 4 قطع 20 قرش و10 قروش و5 قروش، وبالاضافه لقرشين اللي قدام منك على الشاشه، ودي عمله صغيره جدا، قرشين 2.8 جرام من الفضه. ولو معاك اي عمله من عملات الملك فاروق تبعتها لنا وهرسلها منك وهبعت لك حد ياخدها. القرشين ايضا في منها مسدسه وفي منها مدوره. لو معاك اي عمله من العملات اللي احنا بنقول عليها ديت يا ريت تبعتها لنا وهبعت لك المندوب لحد باب البيت ناخدها منك، وهنستلم بسرعه ان شاء الله بارقام الواتس قدام منك على الشاشه. خلصنا عملات الملك فاروق، نخش بقى على عملات الملك فؤاد. عملات الملك فؤاد برضو عباره عن طقمين، طقم بالبدله الملكيه وطقم بالبدله العسكريه. العملات بالبدله الملكيه عباره عن طقم 4 قطع برضو مكون من 20 قرش زي ما انتم شايفين و10 قروش زي ما انتم شايفين بالبدله الملكيه و5 قروش بالبدله الملكيه وقرشين بالبدله الملكيه. العملات دي غاليه جدا يا جماعه وبتتباع باسعار كويسه. لو معاك اي عمله من عملات الملك فؤاد، لو معاك اي عمله من عملات الملك فؤاد سواء بالبدله الملكيه او بالبدله العسكريه ترسلها لنا حالا، وهبقى ارقام الواتس قدام منك على الشاشه وهبعت لك المندوب لحد باب البيت ياخدها منك بقى على الاسعار. ايضا عملات الملك فؤاد تم صك منها مجموعه بالبدله العسكريه، يبقى عندنا بالبدله الملكيه وبالبدله العسكريه. وبالبدله العسكريه ايضا معمول ال20 قرش ومعمول ال10 قروش ومعمول ال5 قروش ومعمول القرشين. فيبقى عملات الملك فؤاد مجموعتين، مجموعه بالبدله الملكيه ومجموعه بالبدله العسكريه، مكون كل مجموعه من 4 قطع 20 قرش و10 قروش و5 قروش و2 قرش. لو معاك اي عمله منهم ترسلها لنا حالا، بس ما حدش يبعت لنا ملمات، الملمات ملهاش لازمه بتتباع بالكيلو. لو معاك اي عمله من عملات الملك فؤاد سواء بالبدله الملكيه او بالبدله العسكريه ارسلها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. تقدر تبعتها لنا وهناخدها منك باعلى الاسعار، وعندنا مندوب يوصلك لحد باب البيت ونستلم منك، وعندنا جميع مناديب في جميع المحافظات. نخش بقى بعد كده يا جماعه على عملات الملك حسين كامل، ودي ايضا عباره عن 4 قطع، وهو ريال للملك حسين كامل و10 قروش للملك حسين كامل و5 قروش للملك حسين كامل و2 قرش ايضا للملك حسين كامل. يبقى عملات الملك حسين كامل 4 قطع، الريال وال10 قروش وال5 قروش وال2 قرش، زيه بالظبط زي عملات الملك فؤاد وشرح عملات الملك فاروق. يبقى لو معاك اي عمله قديمه قروش سواء للملك فؤاد او للملك حسين كامل السلطان حسين كامل او للملك فاروق تبعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. يبقى مجموعه الملك السلطان حسين كامل عباره عن 4 قطع 20 قرش للسلطان حسين كامل و10 قروش للسلطان حسين كامل و2 قرش للسلطان حسين كامل و5 قروش زي ما قدام منك على الشاشه للسلطان حسين كامل. لو معاك اي عمله قروش للسلطان حسين كامل ابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه وهبعت لك المندوب ياخدها منك باعلى الاسعار. انا بجيب لكم تجميع لكل العملات المصريه القديمه النادره اللي لها سعر وسعر غالي جدا. عملات السلطان حسين كامل تم صك منها صكتين، صكه هندي وصكه انجليزي زي ما بيقولوا، فاحنا بناخد الاثنين ان شاء الله وبناخدهم باعلى الاسعار. يبقى طقم حسين كامل عبارة عن 4 قطع 20 قرش و10 قروش زي اللي قدام منك على الشاشة ديت وخمس قروش و2 قرش. لو معاك اي عملة من العملات دي عملات فضة. ال10 قروش ديت وزنها 14 جرام من الفضة عيار 830، والخمس قروش وزنها 7 جرام من الفضة عيار 830، وايضا ال2 قرش وزنها 2.8 جرام من الفضة. بناخدهم منك بأسعار كويسة وأسعارهم غالية جدا، بتبدأ من أول 200 300 500 700 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه 4000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كان بسيط. نخش بقى على آخر حاجة معانا في العملات الملكية، وهو عملات ضربة في مصر أيام الدولة العثمانية سواء عبد الحميد الثاني او الدولة العثمانية بكل تفاصيلها، تمام، او محمد الفاتح. يبقى دلوقتي عملات ضربة في مصر عبارة عن 4 قطع برضو 20 قرش و10 قروش، 20 قرش زي اللي قدام منك على الشاشة ديت و10 قروش و5 قروش و2 قرش.
ديت يا جماعه الخمس قروش اهو مكتوب شين 5 دي 5 قروش، شين 5 دي 5 قروش. يبقى عملات ضربه في مصر يا جماعه بناخد عملات ضربه في مصر باعلى الاسعار. لو معاك اي عمله مكتوب عليها ضربه في مصر بناخدها باعلى الاسعار، بس شرط تكون بيضه لونها ابيض مصنوعه من الفضه، عباره عن 4 قطع 20 قرش و10 قروش و5 قروش و2 قرش و1 قرش زي اللي انتوا شايفينه ده. بناخده منك باعلى الاسعار، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، تقدر تبعتها لنا وهناخدها منك باعلى الاسعار. وعندنا مناديب في جميع المحافظات يوصلك اينما كنت، اينما كنت هنوصلك في جميع محافظات مصر. عندنا مناديب في كل حته في مصر، سواء في اسكندريه، بورسعيد، بالنسبه للمنصوره، دمياط، كل انواع محافظات مصر، الصعيد كله تما الحمد لله عندنا مناديب فيه يوصلك لحد باب البيت. دي بالنسبه للعملات الملكيه. نخش بقى بعد كده يا جماعه على قطعه الجلاء سنه 1956، وديت 50 قرش الجلاء 1956، ودي وزنها 28 جرام من الفضه عيار 900، ودي سعرها غالي جدا يا جماعه. لو معاك ايضا ابعتها لنا حالا، وعندنا مندوب يوصلك لحد باب البيت. عندنا ايضا جنيهات تذكاري، لو معاك اي جنيه تذكاري بالشكل اللي قدام منك كده، يكون كبير كده وابيض وفي الظهر مكتوب جنيه، والتواريخ كتيره بقى والاشكال بتاعته كتيره، سواء للجامع الازهر زي ما انت قدام منك كده، سواء لجمال عبد الناصر، سواء لام كلثوم، سواء للسد العالي، سواء اي قطعه مكتوب في الظهر جنيه، جمال عبد الناصر، السادات، ام كلثوم، اي شكل تذكاري ابعتها لنا حالا وبناخدها منها باعلى الاسعار. وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. كل اللي عليك اللي انت تصور العمله اللي موجوده في بيتك وتبعتها لنا وهناخدها منك باعلى الاسعار. وايضا طقم جمال عبد الناصر عباره عن 3 قطع، اللي هو الجنيه ونص جنيه 1970 وعلى الوجه جمال عبد الناصر، وربع جنيه ايضا لجمال عبد الناصر زي ما انتم شايفين قدام منك على الشاشه كده، ربع جنيه جمال عبد الناصر وفي الظهر 1970. دي بالنسبه لطقم جمال عبد الناصر. يبقى طقم جمال عبد الناصر عباره عن جنيه ونص جنيه وربع جنيه لسنه 1970. لو معاك ابعته لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. ايضا بناخد جنيه السد العالي زي ما قدام منك على الشاشه، دي وزنه 25 جرام، جنيه السد العالي سنه 1968 مصنوع من الفضه، ايضا بناخده منك باعلى الاسعار. لو معاك اي جنيه زي دي ابعته لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، هناخده منك ونبعت لك المندوب لحد باب البيت. كل اللي عليك ان انت تشير بس الفيديو دي عشان يوصل لكل الناس، والناس كلها تستفيد، والناس كلها تعرف العملات اللي لها لازمه عندها في بيوتها. ايضا اي جنيه تذكاري تاني او اي 5 جنيه مكتوب على الظهر، سواء جنيه او 5 جنيه تذكاري ومصنوعه من الفضه، بيبعتها لنا وبناخدها منك باعلى الاسعار. دي جنيه صلاح الدين الايوبي، ايضا مصنوع من الفضه وسعره غالي جدا. يبقى دلوقتي العملات اللي لها قيمه، الجنيهات التذكاريه، اي قطعه مكتوب عليها جنيه وفي الظهر اي قطعه في الظهر تذكاري بقى شكل او رسمه او منظر، والظهر مكتوب عليها جنيه او 5 جنيه، دي لها قيمه وقيمه عاليه جدا واسعارها غاليه جدا. ابعتها لنا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، وابعت لك المندوب لحد باب البيت ياخدها منك باعلى الاسعار. يبقى يا جماعه باختصار، اي قطعه معاك قديمه في بيتك والظهر مكتوب عليها جنيه او 5 جنيه وشكلها تذكاري، لان المناسبات التذكاريه دي كتير، الظهر الشكل التذكاري بقى اشكال كتيره وانواع كتيره. ايضا اي قطعه معاك مكتوب عليها ربع جنيه سنه 1956، دي بتاعت مجلس الامه، وايضا في واحده بتاعت قناه السويس، ابعتها لنا حالا وبناخدها باسعار كويسه. ايضا اي معاك ريال سعودي، سواء ريال سعودي دي قطع سعوديه، ودي الطقم السعودي النادر اللي هو غالي واسعاره غاليه جدا. لو معاك اي قطعه سعوديه مكتوب عليها ريال سعودي ضربه في مكه او نجد والحجاز، تبعته لنا اسعار وبناخدها منك باسعار كويسه. في الطقم قابل عباره عن ريال سعودي ونص ريال سعودي وربع ريال سعودي زي ما انتم شايفين قدام منك على الشاشه. لو معاك اي طقم، اي قطعه سعوديه، سواء ريال او نص ريال او ربع ريال سعودي، ابعتوا لنا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، بناخده منك باسعار كويسه، وابعت لك المندوب لحد باب البيت وناخده منك باسعار كويسه، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. كل اللي عليك يا جماعه يعني فضلا وليس امرا ان انتوا تشيروا الفيديو ده لكل الناس، عشان الناس كلها تستفيد وتعرف كل العملات القديمه اللي في بيتها اللي لها لازمه، والعملات اللي ملهاش لازمه، لان في بيوتنا المصريه كتير كلها عملات، وفي عملات لها قيمه والناس ما تعرفش قيمتها للاسف. فبطلب من حضرتك لو معاك اي عمله قديمه زي اللي قدام منك على الشاشه ديت، فابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، ابعتها لنا. وعندنا مناديب في جميع المحافظات يوصلونك اينما كنت، اينما كنت في جميع محافظات مصر عندنا مناديب، وبنستلم بعدها بساعه باذن الله. فكل اللي عليك لو انت معاك اي عمله قديمه زي العملات اللي قدام منك دي بالظبط، سواء جنيهات فضه تذكاري الظهر جنيه او 5 جنيه، والاشكال التذكاريه دي كتير جدا يا جماعه، سواء السد العالي او الجامع الازهر او جمال عبد الناصر او ام كلثوم او السادات او فيصل، الاشكال لا حصر لها ولا عدد. كل الفنانين
والرؤساء والمؤثرين في الدولة المصرية معمول لهم جنيهات تذكاري و5 جنيه تذكاري. فكل اللي عليك لو ليك أي عملة عليها جنيه أو 5 جنيه تذكاري ابعتها لنا حالا، وأرقام الواتس قدام منك على الشاشة، والأشكال التذكارية بحاول إن أنا أعرضها لكم كلها علشان تشوفها. لو معاك أي عملة زيها بالظبط ابعتها لنا. بس الناس كتير في البيوت المصرية برضو أيضا عندهم عملات بالكيل وملمات ملهاش لازمة. احنا ما بناخدش ملمات عشان ما بنضحكش على حد وما بنقولش أسعار خيالية عشان نجيب مشاهدات زي الناس اللي بتجيب مشاهدات وما بينفذوش. لكن احنا العملات اللي احنا بنقولها ديت هي ورب المصحف هي اللي لها قيمه واسعارها غاليه جدا. وابعتها لنا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه، وابعتها لنا وهتواصل معاك حالا وهنستلمها منك وابعت لك المندوب لحد باب البيت. فكل اللي عليك اللي انت تقارن العملات اللي موجوده في بيتك بالعملات اللي احنا بنقول عليها في الفيديو، وتشير الفيديو دي لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد، لان في بيوتنا المصريه كلها عملات والناس ما تعرفش عملات. فبمجرد ما انت هتشوف الفيديو ده وتعرف العملات اللي معاك هتعرف من نفسك عملتك لها قيمه ولا ملهاش قيمه. ولو لها قيمه ابعتها لنا حالا، ملهاش قيمه او ما لقيتش العمله بتاعتك في قلب الفيديو ده تاكد ان العمله بتاعتك ديت ملهاش اي قيمه، بتتباع بالكيلو. فكل اللي عليك ان انت تشير الفيديو ده على اكبر نطاق عشان الناس كلها تستفيد وتعرف فعلا العملات اللي لها لازمه والعملات اللي ملهاش لازمه عشان الناس بتضحك عليه. فلو معاك اي عمله قديمه ابعتها لنا حالا، عملات زي اللي موجوده قدام منك على الشاشه. العملات بقى المهمه يا جماعه اللي لها قيمه هنراجع مع بعض بسرعه. اي جنيه تذكاري في الظهر جنيه او 5 جنيه، وفي الواجهه اي شكل تذكاري دي له قيمه ابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. ايه تاني العملات؟ سواء طقم 64 كله اللي هو طقم تحويل مجرى نهر النيل، وده عباره عن 50 قرش وربع جنيه و10 قروش و5 قروش لسنه 1964. دي قيم جدا وله قيمه جدا، ابعته لنا حالا وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. ايضا طقم 1960 اللي هو النسر، سواء 20 قرش النسر 1960 او 10 قروش او 5 قروش. ايضا طقم ابو الهول اللي هو اي قطعه ابو الهول قروش، سواء 20 قرش او 5 قروش او 10 قروش. اي قطعه للملك فؤاد، اي قطعه للملك فاروق، اي قطعه للسلطان حسين كامل قروش. اي قطعه الجلاء زي اللي قدام منك ديت يا جماعه ابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه. دي العملات اللي لها لازمه، غير كده اي حد بيضحك عليك. تمام. اي قطعه تاني جنيهات تذكاري زي اللي قدام منك على الشاشه ديت، سواء الكبيره ال 25 جرام او ال 15 جرام او ال 15 جرام ابعتها لنا حالا. اي قطعه ضربه في مصر ابعتها لنا حالا. اي قطع سعودي ريال ضربه في مكه المكرمه ابعته لنا حالا. دي بالنسبه للعملات اللي لها قيمه يا جماعه. يا رب يكون ان انا فدتكم. اي عمله غير كده يا جماعه فملهاش لازمه بتتباع بالكيلو. يا رب ان انا اكون فدتكم وعرفتكم على اكبر قدر ممكن من العملات المصريه القديمه النادره اللي لها سعر. فبطلب من حضرتك لو انت اول مره لسه بتشوفنا على قناه اليوتيوب تعمل لنا لايك وشير ومتابعه وسبسكرايب واشتراك في القناه عندنا عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه، وكبروا القناه بتاعتنا على الفيسبوك يا جماعه فضلا وليس امرا عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس والناس كلها تستفيد. لربما يكون حد معاه اي عمله قديمه في بيته وهو مش عارف قيمتها، يقدر من خلال فيديوهاتنا ان هو يعرف قيمه العملات اللي موجوده معاه ويبيعها باعلى الاسعار من خلالنا. وعندنا مناديب في جميع محافظات مصر توصلك اينما كنت، وبنستلم بعدها في بساعه ان شاء الله. فبطلب من حضرتك شيروا الفيديوهات بتاعتنا دي على اكبر قدر ممكن من وسائل السوشيال ميديا. وانا اتشرفت بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.